السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا على خير وبخير. كيف ما سبق لنا من قبل وجدنا أنواع كثيرة من البراوني. أنني هذه المرة بغيت نحضر معكم البراوني كوكي اللي بدوره كيجي أكثر من رائع. في هذا الفيديو غنستغل الفرصة باش نجاوب على بعض التعاليق، كذلك غنهضروا على الأثمنة بشحال يمكن لينا نبيعوا الكاغي ديال البراوني. على العموم أنا من كنحدد من إلى راه ما تنقولش لك انت خصك تبيعي بهذا القدر أو لا انت خصك تبيعي بهذا القدر، فأنا كنعطيك واحد الباغين داخل فيه واش الشاريولا اللوكال ديالك، واش عندك خدامه ولا كتخدم بوحدك، لا ماتيير بروميير حتى هي لومبلاسمون فين كاين هادشي كله كيلعب دور في تحديد الثمن. بالنسبه للبغاوني اللي كنا صوبناه بدون سكر بدون دقيق، خدمنا بلا بودر داموند وكذلك خدمنا التمر. السيده جربته معنا قالت لنا تقام عليا ب 100 درهم. القاعده العامه كتقول كتجمعي التوتال بشحال تقامت عليك لا غوسيت وكتضربي في 3 ياك. هذه القاعده كتقول يعني الى 100 درهم ضربناها في 300 درهم قسمناها على 9 جينا 9 ديال المكعبات ديال البغاوني جينا واحد 33 درهم، يعني باش نقدروا نبيعوا الكاري على حساب لا ماتيير بروميير اللي انا خدامه بها، يعني هكا خرجني. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي 30 درهم بزاف، غنخلي لكم انا واحد الصوره شوفوها، هذه وحده من بزاف اللي عندنا هنا في الرباط. الا كنتو بغيتو حتى اكثر نصيفطكم فين تشوفوا اثمنه خياليه، ما كاينش فرق بينك وبينهم، غير هما كيحترموا الميتي ديالهم وكيقدروه، كيخدموا بالاثمنه اللي كترضيهم طبعا واللي كتخرجهم، وانت ما عطيش قيمه لداكشي اللي كتصوب في يديك. فحتى الوقت كنحسبوه نحسبوا لا ماتيير بروميير وكنحسبوا فران ضوء، راه فران شاعل الضوء كيضيع، شحال من حاجه كيمكننا ندخلوها باش كنخرجوا واحد لا مارج ديال الربح لا ضرر ولا ضرار. كنعطي افكار وبزاف السيدات اللي استافدوا منهم الكريات الطاقه اللي الحمد لله. واحد السيده غير البارح شفتها كتجمع لومبالاج ديال لا كوموند ديالها، فرحت بزاف. كنفرح ملي كنشوف البنات كياخذوا الافكار وكيزيدوا يطوروا من عندهم وكيتوكلوا على الله. الا جينا نبقاو نعكزوا في بعضياتنا راه شي ما درنا. فاللي كتفرج فيا وباغا تبدا البروجي ديالها من البيت توكل على الله. واي تساؤل انا دائما راه الاشاره كسوا هنا في اليوتيوب او لا على منصه الانستغرام ديالي، تا هو غنخليه لكم هنايا. وندوزو على بركه الله الوصفه وطريقه التحضير، ومازال غنهضروا على حويجات وحدين اخرين مهمين في الفيديو. خليكم معايا. فنبداو على بركه الله. اول حاجه الكوكيز، غنلونسيو الكوكيز ديالنا باش يبقى يرتاح، لان كل ما ارتاح كل ما كتعطينا نتيجه اللي كتكون زوينه بزاف. غادي نحتاجو 80 غرام ديال الزبده اللي ذوبناها. هنا عندنا 100 غرام ديال السكر البني، انا كانت ناقصاني 20 غرام كملتها سكر ابيض. من الافضل تستعملوا الكميه كامله سكر اسمر. غادي نزيدو واحد رشيشه ديال الملحه، وغادي نخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم. صافي، طريقه سهله بسيطه الصراحه في متناول الجميع، ودغيا كيوجد، ما فيش نهائيا شي تعقيدات اولا شي صعوبات. انا كيف ما تنقول لكم دائما كنحاول ما امكن الحاجه تكون مبسطه والنتيجه تكون زوينه وتكون مرضيه ان شاء الله. بعد ما خلطنا كلشي كنزيدو بيضه وحده وكنخلط كلشي مزيان. هنا ما نساوش نديروا واحد شويه الفاني، يا بات فاني يا خنيشه ديال الفاني، انا نسيتو ديروه في الاول مع السكر. صافي كنخلطوا كلشي وكندوزو كنضيفوا النواشف ديالنا. عندنا الدقيق 160 غرام، من الافضل الطحين يكون مغربل. كذلك كنضيفوا معها 3 غرام من بيكربونات الصودا. اما بالنسبه للشوكولاته فانا كيف ما شفتوا خلطت ما بين الشوكولاته السوداء والشوكولاته بالحليب، كيبقى لكم الاختيار، ديروا اللي بغيتوا. كذلك يمكن لكم تزيدوا حتى شويه ديال الكركاع هنا مهرمش، اللي بغيتوا ضيفوه. الكميه كتراوح ما بين 40 حتى 60 غرام. على العموم المكونات ان شاء الله غنخليهم لكم مكتوبين كاملين في صندوق الوصف حتى ترجعوا وخذوهم من تما. كنجمع الكوكيز ديالي مزيان حتى كتشكل عندي عجينه بحال هذه، كنخليها في الثلاجه تبرد، وغادي ندوزو نحضروا الخليط ديال البراونيز ديالنا. هنا كيف ما كتشاهدوا معايا غادي ناخذ 180 غرام ديال الشوكولاته السوداء. انا استعملت هذه ديال 72% من نسبه الكاكاو، بغيت البراوني ديالي تجي فيه داك المرورات الشوكولا بما ان الكوكيز كيكون حلو. صافي نقدروا نستعملوا ديال 54%، كيبقى لكم الاختيار، غير هي خذوا ليا 200 غرام. كنزيد عليه 70 غرام ديال الزبده، طبعا زبيده مزيانه، زبيده اللي تكون من اصل حيواني، وكندير كلشي في حمام مائي حتى يذوب مزيان. في واحد زلافه اخرى كناخذ 2 ديال البيضات، طبعا رشيشه ديال الملحه، كناخذ 120 غرام ديال السكر، وكنحاول نمزج مزيان هاد المكونات مع بعضياتهم حتى كيذوب ليا تماما داك السكر، ونوعا ما كيولي اللون ديالو فاتح مع البيض. هنا ماشي نمونطيوهم وانما فقط نخلطوهم بشكل جيد. صافي خذوا وقتكم، خلطوهم غير بيديكم، ومن بعد دوزو ضيفوا باقي المكونات اللي هو الشوكولاته والزبده، اللي ضروري الشوكولا ديالنا مع الزبده يكون دايب بشكل جيد ويكون بارد، يكون دايب ويكون بارد. ما نضيفوش الشوكولا سخون على البيض لان غادي يطيبوه يخسر لينا الوصفه. صافي كنضيفوا الكميه كامله اللي عندنا، كنعاودوا نخلطوا المكونات كاملين مره اخرى حتى كيدخل داك الزبده مع الشوكولا مع البيض مع السكر
نسجم ليا لاباغي ديالي بشكل جيد، وعاد كندوزو باش نضيفو باقي المكونات اولا النواشف ديالنا. طريقه بسيطه والنتيجه اكثر من رائعه. البنات جربوها ان شاء الله وردوا عليا كيفاش جات معكم. انا غنتسنى كيف العاده. صافي من بعد ما جمعت الجوانب ديال البول ديالي غادي ندوزو نضيفو الدقيق اللي عندنا 100 غرام ديال الدقيق مع 14 غرام بودره الكاكاو المر مع 2 غرام ديال الخميره الكيميائيه. راه واحد النهار قلت 2 غرام، واحد السيده دارت 2 ساشيات. البنات 2 غرام مكونات يكونوا مضبوطين. هاد الخميره الكيميائيه ولا الخميره ديال الحلوى كتبقى اختياريه، نقدروا نستغناو عليها. صافي انا كيعجبني البغاوني ديالي شويه يجي يعني ما يجيش صامت، ما يجيش بحال الفوندون. كيعجبني نزيد فيه داك النغيزه ديال لا ليفور شيميك، كيبقى اختياري، تقدروا تستغناو عليها. كنخلط المكونات ديالي مزيان في هذا الاثناء. كنكون درت الفران ديالي سخون على درجه حراره 180 من الفوق ومن التحت. ما يحتاجش نستعملوا المروحه، غير من الفوق ومن التحت. كناخذ الكادغ ديالي اللي فيه 18 في 18 يعني مربع، وفي العلو فيه 4 ديال السنتيم. صافي هذا الكادغ راكم مولفتوه، راه ديما كنخدموا به. كندير اللاطه ديالي كنغلفها بالورق الطهي اولا البابي كويسون. كندير الخليطه ديال البراوني، كنحاول ما امكن نوزعو بشكل متساوي، نوصلو حتى للجنيبات باش ما تجينيش جهه طالعه وجهه هابطه. كنرجع داك الخليط ديال الكوكيز ديالي من بعد ما برد. شوفوا كيفاش كيجي غزال بزاف. غادي ناخذ واحد الكميه لا باس بها نوزعها بشكل عشوائي من الفوق. كيف ما يمكن لينا نديرو طبقه واحده ديال الكوكيز، غير هو نبسطوه شويه بيدينا. خذوا بعين الاعتبار ان الكوكيز كيسيح في الفران. صافي اللي بغى يجيه يعني البراوني يبقى باين من في الوجه ما يكثرش لاباط ديال الكوكيز. والكوكيز اللي غيبقى لينا انا غنوريكم كيفاش ديروا تحتفظوا به وكيفاش طيبوه لوليداتكم. الا بقى ديروا كيف ما درت انا. ندير الطاوه ديالي في وسط الفران، نخليه يطيب ما بين 22 حتى ل 24 دقيقه. الا بغيتوه كيبقى شويه مويلو من الداخل فنخرجوه عند 22 دقيقه، نخليوه حتى يبرد تماما على سطح العمل. ما نقيسوه جاينا ودي منكم تنقولها وتنعاودها. خرجوه من الفران نخليوه حتى يبرد على سطح العمل تماما، ومن بعد كندخلوه للثلاجه كيدوز ليله كامله. كنتم مزروبين واحد نص ساعه حتى لساعه في المجمد وقطعوه بكل سهوله، ما غادي تفرست لكم ما حتى شي حاجه. بالنسبه للكوكيز الا بقى فكتكوروه بحال هكا. كتاخذوا واحد الكويرات اللي تيكون فيهم واحد 50 حتى ل 60 غرام، كتكوروهم بحال هكا وكديروا لهم هكا بالاطراف الاصابع ديالكم من الفوق. كديروا بحال هكا بحال ثقوب باش ما كيطيبوش صامتين، ما كيجيوش ليس بالوجه ديالهم، كيجي فيهم داك ستيل ديال الكوكي. كنخليو الكويرات ديالنا بحال هكا، كنحتفظوا بهم في المجمد. الا بغيتوا طيبوا الكوكيز وتحصلوا على نتيجه زوينه على الاقل 24 ساعه في الثلاجه. اما لا احتفظتوا بهم في المجمد يعني طابوا وهما مجمدين كيعطيو نتيجه اكثر من رائعه. انا غادي نغلفهم نديرهم في الفريغو حتى نحس براسي شي نهار واقفه عليهم عاد نجبد نطيبهم للوليدات ديك الساعه ونعطيهم ليهم حتى نتوما نفس الشيء. صافي دخلته خدا لي 24 دقيقه ديال الطياب. غادي نخليه ما نقيسوش بصفه نهائيه حتى يبرد تماما وندخلو ليله كامله في الثلاجه. الصباح كناخذ السكين ديالي كنزول الجوانب باش كيزول ليا من الكادغ بكل سهوله. شوفوا معايا الجنيبات ديالو كيفاش كيجيو، وشوفوا الاسفل. انا صريت انني نقلبوا معكم باش تشوفوا من التحت كيفاش كيجي. صافي غادي ندوز نقطعو. كيجي لذيذ بزاف، بالخصوص الا استعملتوا شوكولاته داكنه يعني 72 في المية من النسبه ديال الكاكاو. يعني داك الحلاوه الكوكي مع المروره ديال البغاوني واحد الميلونج خطير بزاف. دابا قولوا لي شوفوا هذا الجمال واش ما يستحقش انكم تجربوه البنات. كيجي لذيذ بزاف، خصوصا الا استعملتوا زبيده زوينه من اصل حيواني. راه بزاف ديال الناس كيطيحوا الاثمنه لانهم كيخدموا بالمارغرين، وانتم راه كتحسوا بهذا الشيء في فمكم من كتكونوا كتاكلوا. راه لا كليتي وحسيتي باللهى ديال فمك باقي كيتلصق وداك الشيء معلك، عرفي راه كتاكلي في المارغرين ما فيها لا ان ولا حتى. هادشي علاش كنقول لكم دائما عند رخصو تخلي نصو نخدم بحاجه تكون زوينه كاليتي زوينه. والاثمنه كيف ما قلت لكم سيروا على حسب السوق شنو فيه وما فيها باس. هذاك لا مارش بينيفيس ديالك الا قدرتي تنقصي منها شويه الكليان، يعني الانسان يقنع بداك الربح القليل فيكون افضل. هكا كتكسبي كليان وحتى انت كتكتسبي الخبره مع المده. يعني كيف ما تنقولوا حنايا راه قنع بالقليل يجي الكثير. هذا ما كان. كنتمنى انكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو. بارطاجيوها مع الناس اللي كتعرفوا والاصدقاء وكذلك العائله. ما تنساوش تخليو لايك قبل ما تغادروا هذا الفيديو. نشوفكم في التعاليق بحول الله. تهلاو ليا في راسكم بزاف الى اللقاء.